يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من الكوره من على الكنبه. عدنا اليكم من جديد وملخص جديد للدوريين الانجليزي والاسباني. دي حرفيا جوله سقوط الكبار، وان نجا منها فريق او اتنين من فرق التوب 6 اللي لعبوا في انجلترا. ما فاز فيهم غير توتنهام اللي اصلا متاخد على عينه رايح جاي في الفتره اللي فاتت، ومن الثلاثه الكبار بتوع اسبانيا ما فاز فيهم غير اتلتيكو مدريد. ارسنال افتتح الجوله دي قدام ايفرتون على ملعب الجوديسون بارك وتعادل بنتيجه 1-1، وضيع على نفسه فرصه مهمه جدا كان ممكن يقلل بيها فرق النقط ما بينه وما بين ليفربول ويحافظ على الوصافه. وليفربول بيقع في فخ الخساره قدام فولهام بنتيجه 3-2 بعد ماتش ولا اروع، او يعني نقدر نقول شوط اول ولا اروع من فولهام، لان حرفيا ليفربول اكل الاخضر واليابس في الشوط الثاني، ولكن للاسف ما عرفش يسجل غير هدف واحد بس في الشوط الثاني وما عرفش يرجع في النتيجه. وديربي مانشستر بينتهي بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفرقتين. اي نعم الماتش كان رايح جاي، ولكن المره الثالثه بيب جوارديولا بيفشل في الفوز على اموريم، ويظل السيتي في المركز الخامس بفارق نقطه واحده فقط عن تشيلسي اللي في المركز الرابع، اللي برضه ما عرفش يعمل حاجه وتعادل مع برينتفورد. تشيلسي ضيع على نفسه فوز سهل جدا قدام برينتفورد كان ممكن يضمن بيه مركز من مراكز التوب 4 ويحافظ على مركز مؤهل لدوري الابطال السنه اللي جايه. ولكن هنرجع ونقول ان دي عاده تشيلسي ولا يشتريها، بيحب الزنقه زي عينيه. اما عن برشلونه، بعد ما ريال مدريد قدم له هديه على طبق من ذهب برعايه مستر كارلو انشيلوتي بالخساره قدام فالنسيا بنتيجه 2-1 في البلاس 90 زي ما بيعمل مع كل الفرق تقريبا، بيتعادل قدام ريال بيتيس بنتيجه 1-1 وبيضيع على نفسه فرصه انه يوسع فرق النقط تاني من 3 نقط ل6 نقط، ولكن بالتعادل ده الفرق بيوسع يبقى 4 نقط. هي اي نعم نقطه وحيده، بس برضه كان برشلونه ممكن قدامه فرصه يحسن اكتر بكده بكتير. واتلتيكو مدريد بينجو من فخ التعادل قدام اشبيليه باعجوبه بعد ما باريس قدر يسجل هدف الفوز في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. هنتكلم عن كل الماتشات دي بالتفصيل، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. وخلينا يلا نبدا كلام في الكوره، ولكن من على الكنبه. نبدا من البريمير ليج وماتش افتتاح الجوله ما بين الجانرز وايفرتون. الماتش بدا بضغط من ايفرتون، وفي الدقيقه 16 كان ممكن ايفرتون يسجل الهدف الاول من كره ثابته، ولكنها ضاعت بغرابه شديده جدا. بعدها ارسنال بدا يستحوذ على الكره كالعاده، وبعد شويه محاولات تروسورد بيسجل الهدف الاول لارسنال في الدقيقه 34 عشان يعلن تقدم ارسنال في الماتش. وفي نهايه الشوط الاول في لقطه ثانيه ولعبه ثانيه لتروسورد كان ممكن يسجل منها الهدف الثاني عشان يخلص الماتش تماما، ولكنها للاسف ضاعت علشان يبدا الشوط الثاني ويتعاقب ارسنال على الكره اللي تروسورد ضيعها في نهايه الشوط الاول وبيسجل ايفرتون هدف التعادل. ومن وجهه نظري ان الجون التعادل ده كان من ضربه جزاء مشكوك فيها، لان لويس سكيلي ما لحقش اصلا يعمل حاجه مع الواد المهاجم اللي كان داخل منطقه الجزاء. ضغط ارسنال من بعد ما استقبل هدف التعادل وحاول في اكتر من كوره واكتر من هجمه، ولكن للاسف تخيل ان مارتينيلي بيلعب في الفريق وميكيل ميرينو هو راس الحربه بتاعك، وستيرلينج بيلعب في الماتش ومش موجود عندك لا ساكا ولا اوديجارد. فتخيل، عايزك تتخيل معايا بقى ايه اللي ممكن يحصل. ما حصلش حاجه اصلا، ولكن كلمه السر في كل فرص ارسنال اللي ضاعت دي كلها هي بيكفورد. لان تخيل ان بيكفورد عمل ماتش من ماتشات عمره حرفيا قدام ارسنال، ولولا بيكفورد كان زمان الماتش ده خلصان بسكور كبير لارسنال اصلا. وبعد ما كنا بننافس على الدوري في بدايه السيزون الموضوع بوخ قوي بصراحه في الفتره الاخيره، وانا ما بقتش متحمل الوقت ده كله للبناء يا مستر ارتيتا والله. وخلينا نتكلم في نقطه مهمه فشخ، الا وهي ان ارسنال محتاج يقلق، بس محتاج يقلق على السيزون اللي جاي. لان لك ان تتخيل ان صفقه ميكيل ميرينو اللي كنا جايبينه اصلا عشان خاطر نسد ثغره في نص الملعب بقى هو المهاجم الصريح بتاعك دلوقتي. ده غير اننا لما بنفتقد لساكا او اوديجارد بتفقد 50% او 60% من قوه هجوم فريقك. والحسنه الوحيده اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت دي هي ايثان نوانيري ولويس سكيلي. الفريق فيه شويه لعيبه محتاجين يمشوا، زي جورجينيو عشان خلاص كبر في السن، زي من وجهه نظري كاي هافرتس عشان خاطر انا فقدت الامل في الواد ده اصلا، زي ستيرلينج اللي جاي اعاره رب يمشي بسرعه يا رب. وده عشان تعرف تعمل صفقات جديده في الميركاتو الصيفي اللي جاي، لان انت اول صفقه وعلى راسهم اصلا انت محتاج مهاجم صريح. مش هتفضل تلعب بميكيل ميرينو او تلعب كاي هافرتس اصلا كمهاجم وهمي. وكل ده عشان تقدر تنافس بشكل شرس على الدوري مش بس بشكل قوي، لان انت تقريبا كل سيزون بتقول ان احنا منافسين، ولكن للاسف المركز الثاني هو اللي بيبقى في الاخر يعني. ده غير ان احنا بعد كل ده عندنا ماتش في دور الثمانيه قدام ريال مدريد وساحر انشيلوتي شخصيا. فتخيل بقى ان انت هتخش الماتش بتاع ريال مدريد ده وانت فاقد اصلا للمركز بتاع المهاجم الصريح. ولكن بالورقه والقلم ارسنال لسه من منافسين دوري الابطال، مهما كانت الظروف، مهما كانت الدنيا ماشيه ازاي ولا عامله ازاي، انت كده كده مرشح انك تكسب قدام ريال مدريد. ولكن مش باللي احنا بنشوفه ده، مش باخر ماتشين 3 من ارسنال اصلا، ولا بالسيزون ده كله، لان ارسنال السيزون ده اضعف من السيزون اللي فات، والسيزون اللي فات كان اضعف من السيزون اللي قبله. فننتظر ونشوف يا ترى ايه اللي هيحصل في مواجهه دوري الابطال بكره قدام ريال مدريد، وكل الدعم لمستر ارتيتا والفريق باي حال من الاحوال.
اما عن متصدر الدوري ليفربول اللي بيخسر بثلاثيه مقابل هدفين قدام فولهام اللي كان عامل ماتش عالي جدا قصاده. شوط اول بدا بكوارث دفاعيه حرفيا من كل مدافعين ليفربول، اللي منها فرصه في الدقيقه الخامسه كوناتي تقريبا كان بيحاول يعمل اي سكلايه كده عشان خاطر يعدي بالكره ولكنها بتتقطع منه في منطقه الجزاء، ولولا بلوك فان دايك كان زمان الكره دي جول. وفي الدقيقه 14 الكره بتتقطع من اليكس ايوبي في نص الملعب، بياخدها ماك اليستر ويمشي بيها خطوتين ثلاثه ويرزع واحده في البعيده لبرنارد لينو ما يشوفهاش حرفيا علشان يسجل منها الهدف الاول لليفربول. ولكن ان تتخيل ان دي الشوطه الوحيده اللي شاطها ليفربول في الشوط الاول كله، علشان بعدها يقدم فولهام 30 دقيقه ولا اروع قدام ليفربول لحد نهايه الشوط الاول. وفي الدقيقه 23 بيمارس دفاع ليفربول احدى هواياته المفضله في الماتش ده وهي الاخطاء الكارثيه. الكره بترجع من كورتس جونز بتترد لسيسينيون عشان خاطر يسجل منها هدف التعادل لفولهام. ما عداش كام دقيقه وروبرتسون بيرتكب خطا ثالث او مش فاكر الخطا الكام علشان يسجل منها اليكس ايوبي الهدف الثاني. وكل اللي انت شايفه ده وسط غفله من دفاعات ليفربول ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا. وفي الدقيقه 37 مونيز بيشترك مع فيرجيل فان دايك في كوره بيقدر ان يعمل عليها كنترول حلو جدا وبيسجل منها الهدف الثالث. شفت كل اللي حصل بقى في الشوط الاول ده؟ اركنه خالص تماما عشان ليفربول اكل الاخضر واليابس والميه وسيطر بالطول والعرض واستحواذه وصل لحد 71% في الشوط الثاني، ولكن للاسف ما قدرش غير انه يسجل هدف واحد بس للويس دياز على الدقيقه 73 علشان يخلص الماتش بفوز فولهام وخساره ليفربول. واي نعم الخساره دي ما تاثرش قوي على ليفربول لان كل المنافسين بتوعه نايمين في الخط. وزي ما قال ابو تريكه في الاستوديو التحليلي ان لو كلوب كان بيدير النادي ده من عن بعد عن طريق التليفون مثلا كان زمانهم حقق ثلاثيه. اما عن ماتش تشيلسي وبرينتفورد فالماتش ده بيخلص بالتعادل السلبي 0-0. وزي ما قلنا تشيلسي بيضيع على نفسه فرصه كويسه جدا انه يقدر يحافظ على مراكز التوب فور عشان يتاهل لدوري ابطال السيزون اللي جاي. والحقيقه انا كبراء ما شفتش الماتش ده فما عنديش كلام اقوله، بس تقدر تتابع حازم بقى على بلاتفورمز الثانيه بتاعت على الكنبه، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب شورتس، علشان خاطر تتابع ريلز يوميه بنتكلم فيها عن كل اللي بيحصل خلال اليوم. وبادعوا لحازم يا جماعه عشان تشيلسي تعبوا قوي. نروح بقى لديربي مانشستر اللي برده بيخلص بالتعادل السلبي والمواجهه الثالثه ما بين روبن اموريم وبيب جوارديولا. خلينا نكون متفقين ان مفيش كلام جديد هنقوله سواء عن مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد. ما زال اليونايتد بيعاني في المركز ال 13 وما زال السيتي بيحاول يفنش في التوب فور عشان خاطر يلحق لنفسه مركز مؤهل لدوري ابطال السنه اللي جايه. ماتش كان شبه رايح جاي ما بين الفرقتين، شويه محاولات للسيتي ولكن للاسف ما كانش فيه اللي يخلص فيهم، اللهم بس كره عمر مرموش والفاول اللي لعبه، ولكن انا افتكر ان هو حارس كبير عظيم وصد الكره دي. ولو السيتي كان ركز شويه كان ممكن يحقق الفوز اللي يخليه لحق تشيلسي، وكان ممكن كمان اصلا يتخطى تشيلسي ويصعد هو مركز رابع عشان خاطر يفنش توب فور مستريح ويخلص نفسه من الضغط المتبقي بقيه الجولات اللي جايه. يمكن كانت ابرز حاجه في الماتش ده هو ان ده اخر ديربي لكيفن دي بروين بعد ما اعلن رحيله عن السيتي في نهايه الموسم الحالي. واحده من اجمل واروع قصص لاعبين خط الوسط في التاريخ. صفقه كلفت السيتي 76 مليون يورو في 30 اغسطس 2015 عشان يكمل 10 سنين بالتمام والكمال. 10 سنين من الحان عزفها كيفن دي بروين على ملعب الاتحاد. اكيد خساره لاعب زي كيفن دي بروين للسيتي خساره كبيره جدا، واكيد السيتي في الميركاتو الصيفي اللي جاي ده هيحاول يعوض كيفن دي بروين باي طريقه. نروح بقى على الدوري الاسباني ولا ليجا، وبرشلونه بيرفض هديه مقدمه من ريال مدريد برعايه مستر كارلو انشيلوتي لتوسيع فرق النقط شويه. نبدا من عند برشلونه اللي بيتعادل مع ريال بيتيس بنتيجه 1-1 على ملعب لويس كومبانيز. الماتش بدا كعاده برشلونه بضغط عالي جدا وتسديده من بدري في الدقيقه السادسه ولكن ادريان بيصدها باعجوبه، علشان بعدها في الدقيقه السابعه في لعبه فنيه متكامله ما بين لامين يامال وفيران توريس وجافي بيقدر انه يسجل الهدف الاول لبرشلونه. الجمله اللي حصلت دي اتكررت كتير جدا وشفناها في ماتش الكلاسيكو اللي فات. وفي الدقيقه 17 ريال بيتيس بيسجل هدف التعادل من ضربه ركنيه رونالد اراوخو تقريبا كان نايم فيها على الرغم من انه كان ماسك المدافع ماسك، ولكن للاسف طلع وخدها بالهيد عشان يسجل ريال بيتيس هدف التعادل. ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور، برشلونه ضغط واستحوذ وعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره، ولكن ادريان كان له راي تاني وصد صدات مش طبيعيه. سوء الحظ كان ملازم برشلونه بقيه الماتش تقريبا، وفرص كتير جدا اتخلقت سواء من بدري او فرينك ديونج او غيره ضيعها ليفا وفيران توريس ولامين يامال. ودي كانت من الماتشات القليله جدا اللي كان لامين يامال يبقى خارج الخدمه فيها، على الرغم من ان دي كلمه كبيره قوي لان احنا بنتكلم عن لاعب ما تمش 18 سنه اصلا. فمن الطبيعي ان لما يجي يعني ما بين كل ماتشين 3 4 5 10 لانه بيوصل للارقام دي يخيش في ماتش مش مشكله يعني. برشلونه بالتعادل ده بيوسع الفرق ل4 نقط بعد ما كان 3 فقط، وبيضيع على نفسه توسيع الفرق ل6 نقط قبل ماتش الكلاسيكو عشان خاطر ريال مدريد كمان مع على الله حكايته وبيخسر قدام فالنسيا بنتيجه 2-1. وللمره الثانيه فينيسيوس بيضيع ضربه جزاء بغرابه شديده جدا، وانا مش فاهم الحقيقه حته ان فينيسيوس هو اللي بيخش يشوط ضربات الجزاء دي على الرغم من ان مبابي هو اللي المفروض يكون المسدد الاول. اما عن الاتليتيكو فبينجو من التعادل بهدف قاتل لباريوس في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع علشان يستغلوا خساره ريال مدريد ويقلل الفرق بينه وبين الريال ل3 نقط فقط. ودي كانت تغطيه سريعه للي حصل في الدوريين الانجليزي والاسباني، ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولكن قبل ما نختم ما ننساش ان ماتشات دوري الابطال يوم الثلاث والاربع اللي هو بكره وبعده، يعني يوم الثلاث هيلعب ارسنال وريال مدريد وبايرن ميونخ وانتر ميلان، ويوم الاربع استون فيلا وباريس سان جيرمان وبرشلونه وبروسيا دورتموند. اشوفكم في ملخص ماتشات الذهاب من دور الثمانيه لدوري الابطال يوم الخميس اللي جاي، وربنا ما يقطع علينا عاد. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.